ايها السادة الاعزاء، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، خبران قرأتهما، اولهما من هناك وثانيهما من هنا. عجبت لأمة الإسلام، عجبت لأمة الإسلام كيف انحرفت وكيف زلت أقدامها وكيف تعثرت خطواتها. خبر من هناك واخر من هنا، اما الذي من هناك فاسمعوه، وقبل ان تسمعوه ضعوا ايديكم على قلوبكم خشية ان تقفز القلوب الى الحناجر. خبر من هناك، من هناك دماء تنزف في سوريا، ودماء تنزف من المسلمين في لبنان، دماء اسلامية، ودماء ثم دماء ثم دماء من العراق وايران، ودماء في افغانستان. جاءني اخ مسلم من سوريا، قدم من فرنسا حيث كان يدرس هناك، واخبرني الان بان اباه في سوريا قتله حافظ الاسد، واخاه سجنه حافظ الاسد، واخته البكرة اغتصبها اهل الظلم والطغيان، وحتى الان لم يعرفوا اين هي، ولم ينجو من اسرته الا امه التي هاجرت من بيروت الى هنا. فماذا؟ هو لا يسأل احسانا، انما يسأل الله وحده، انما يسأل سؤالا واحدا: هل يترك امه ويذهب الى سوريا ليجاهد؟ لم يبق لها الا ابنها الوحيد، ابوه قتل، اخوه سجن، اخته البكر اغتصبت وهو مع امه. لا يا اخي، شكر الله لك، ان لك اما فجاهد فيها واسع عليها واستر عرضها. مأساة، مأساة، دماء المسلمين تسيل مغزارا ومضرارا ومكثارا. سوريا نزيف، لبنان نزيف، العراق وايران، العراق وايران، العراق وايران، لا اله الا الله. العراق وايران ذخيرة من هنا لنقتل بها من يقول لا اله الا الله، وكان واجبنا غير ذلك. ونسمع اصوات المنافقين تمدح وتهلل وتسبح وتقدس، وفي الوقت نفسه تذكر مساوئ عبد الناصر. ليس للذين سجدوا ايام عبد الناصر وركعوا ايام عبد الناصر وسبحوا بحمده وقدسوا له، ليس لهم ان يقولوا عنه اليوم شيئا.
انما يقول عن عبد الناصر من قال كلمة الحق ودخل السجن ايام عبد الناصر. انني اذا تكلمت عن جمال فلا لوم علي، لانني قلت كلمة الحق ايام جمال. طلب مني ان احل دماء الشهداء دمتي الطب، ووضع امامي الوعد والوعيد، وبين نور الوعد ونيران الوعيد اخترت نور الدنيا لادخل جنة ربي يوم القيامة، ودخلت السجن لكلمة حق قلتها ايام جمال. اما الذين الفوا الكتب في جمال والفوا القصائد في جمال في هذه الايام فانهم قوم متلونون، اذا الريح مال حيث تميل. واشهد الله لو ان جمالا بعث اليوم من قبره لكانوا اول المادحين له، اول الراكعين امام قدميه، لقالوا لجمال نحن نسبح بحمدك ونقدس لك فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، فقد عرفناك زعيما شجاعا طيبا كريما. كفى نفاقا يا قوم، كفى نفاقا يا قوم. ليس للذين سبحوا بحمده ان يقولوا عنه الان شيئا، لانهم كما قالوا عنه سيقولون عن غيره. اذا كانت العلاقة منافع، اذا كانت العلاقة مصالح، فبئس العلاقات. ويا الله ثم يا الله، مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. دماء والكرملين والبيت الابيض ينظران الى المباراة الاليمة ويبتسمان، والمسلمون في غفلة معرضون. اسمعوا، اهل افغانستان من شدة الجوع يأكلون اوراق الشجر، فماذا عن امة العرب؟ اسمعوا هذا الخبر من دولة الامارات. امير عربي بترولي ثري لا داعي الى ذكر اسمه، فما قصدنا التشهير انما قصدنا التذكير. زوج ابنه منذ ايام، استمرت حفلات الزواج اسبوع. اسمعوا يا طلبة الشهادة الابتدائية هذه المسألة الحسابية من بيت الامين. كم عدد الراقصات في الحفل؟ 10 20 30 100 200؟ لا، عدد الراقصات 1000. عدد الراقصات 1000. عدد مبتدأ والراقصات مضاف اليه، و2000 خبر مرفوع بالالف نيابة عن الضمة لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 2000 جملة مفيدة مكونة من مبتدأ وخبر. عدد الراقصات 2000. ما عدد المطربين؟ 500. ما قيمة الهدايا التي اهديت للعروس؟ 8 حقائب مليئة بالمجوهرات الكريمة.
أمة أنكرت إسلامها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. وجاره، نعم، إن الأمة الإسلامية لا تعرف الحدود السياسية. الحدود الإقليمية جرائم سياسية في الإسلام. ليس بين دول الإسلام جواز مرور ولا تأشيرة دخول أو خروج. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. من بات شبعان وجاره جائع. اسمع معي الى ما قاله البشير النذير: ايما اهل محلة باتوا وفيهم جائع برئت منهم ذمة الله. ايما اهل محلة، اهل حي، اهل حي من الاحياء. لماذا؟ لان 40 جار، الجيران 40 وليس كما كنا نقول 7. النبي حددها ب40 جارا، 40 عن اليمين و40 عن الشمال و40 من الامام و40 من الخلف. واذا كنت في عمارة شاهقة ف40 من تحتك و40 من فوقك. 40 جار. وابن الامير، ابن الامير يرقص امامه 1000 راقصة ويغني له 500 مطرب. والمجاهدون في افغانستان جياع عراة حفاة. والبيوت في سوريا تنتهك حرماتها. والدماء في لبنان تسيل. والدماء بين العراق وايران تنزف. وليس في الامة الاسلامية رجل رشيد يقول لهؤلاء اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ابن الامير، الامير ابن الامير، الامير ابن الامير يظل زفافه اسبوع. يرحم الله فاطمة بنت محمد، يرحم الله فاطمة بنت محمد. كيف كان زفافها؟ كم غرفة دخلت بها؟ كم صالونا؟ كم انتريه؟ كم شفرليه؟ كم عمارة محرم به؟ كم فتيه؟ والله الذي لا اله غيره. دخلت بسرير من جريد، ومع السرير رحى تديرها بيديها لتطحن بها الشعير. ومع الرحى قربة ماء، قربة ماء، مش ثلاجة وستنج هاوس يركبها الحمار واقفا، لا. ومع هذا وذاك ثروة خروف تجلس عليه. هذا هو جهاز بنت رسول الله.